السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنحاول نصلح مع بعض المطحنة الصغيرة بتاعة التوابل أو بتاعة البن على حسب انت استخدامك ليها ايه. هي دي عيبها ان انا دلوقتي بحط الفيشة تمام وابتدي اشغل، تبتدي تزن معايا ما تلفش الترس بتاعها تقيل قافش، يعني بيلف بصعوبة. فهنشوف دلوقتي هنصلحها ازاي وهنمشي مع بعض خطوة خطوة ان شاء الله. دلوقتي مبدئيا المطحنة دي عبارة عن جزء واحد الاستانلس مع الجزء البلاستيك او المعدن لو عندك يعني نوع تاني او ماركة تانية، لو كلهم نفس الفكرة. بيبقى عندي هنا مسمارين، المسمارين دول اللي بيبقوا ماسكين جسم الموتور في الوحدة الداخلية اللي تحت. انا ببتدي بعمل ايه؟ عندي هنا مسمارين او 3 على حسب الموديل اللي عندك، ادي 1 2 3 هنفكهم مع بعض ونشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي انا فكيت ال3 مسامير، هبتدي افك الوش معايا بالراحة. هتلاقيه بالمنظر ده، ادي الموتور اللي مثبت الموتور هنا في الجسم ده. المسمارين اللي فوق دول هفك المسمارين ونشوف هيحصل ايه معانا دلوقتي. انا فكيت المسمارين اللي هنا، فدي طبعا هتبتدي تتخلع معايا عادي، والموتور هيبتدي ينزل معايا من تحت. امسكه كده ببساطة شديدة. عشان افكه معايا لازم امسك الاكس ده بزرادية وابتدي افك الريشة من فوق، يعني امسك من هنا بزرادية وابتدي افك من فوق بايدي من هنا كده، هتلاقيها اتفكت معاك زي ما ورينا لحضراتكم. فكينا المسمارين اللي فوق تمام وفكينا القاعدة. دلوقتي انا عندي هنا ممكن تمسك دي بزرادية او ممكن تجيب مفك عادة زي كده تمام. هتمسك هنا كده كأنك بتفك مسمار عادي، وبإيدك من الناحية التانية هتفك الريشة بس تتقل عليها شوية، هتلاقيها ابتدت ايه اتفكت معاك بكل سهولة. هفكها بإيدي عادي خالص جدا تمام. هفكها عادي كأني بفك أي مسمار. هتلاقيها اتفكت معاك بكل سهولة تمام. العيب بقى فين؟ بصوا يا جماعة كده الموتور هيبتدي ينزل معايا، خرج معايا اهو. شايفين التوابل عاملة ايه؟ شايفين التوابل عامله ايه هنا؟ مخليه الاكس تقيل، مش قادر يلف زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا بيبقى تحت الحله اللي هي الاستانلس، يعني دي بتبقى كده بالمنظر ده، وبتلاقي الحاجه التوابل مكان الطحن ولا حاجه بينزل على الاكس. فهننضف ده ونزيته، هي سواء بزيت مكن اللي هو زيت مكن الخياطه او بالدبليو دي 40 اللي هو زي كده اللي هو مزيل الصدى تمام. اي نوع منه هنشتغل معاه. فهننضف دلوقتي ونرجع لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما نضفنا الاكس، شايفين ايه اللي نزل منه؟ كل ده كان موجود جوه الاكس في المنطقه دي تمام. وخدنا طبعا الجزء الخارجي للحله غسلناه وظبطناه زي ما حضراتكم شايفين بقى بيلمع ازاي. ونفس الكلام للجزء البلاستيك، كنتوا شايفين دي كانت عامله ازاي، كانت مليانه سواد ومليانه حاجات. ونفس الكلام الدراع بتاع التشغيل اتغسل ورجع جديد زي الفل. انت في بس خطوه ممكن تعملها بسيطه جدا، ان انت باي صنفره قديمه عندك تكون ناعمه، ممكن ابتدي المع الجزء ده كده. او ما عندكش صنفره طيب ما تكلفش نفسك باي حته سلكه مواعين من عندك تكون ناعمه، امسك كده بالمنظر ده وابتدي ايه انعم المنطقه دي. بصوا يا جماعه، بصوا بقى بيلف ازاي بايدي، ما كانش بيلف خالص. شايفين؟ بصوا اهو بقى الموضوع سهل جدا. هنقفل ونرجع نجرب مع حضراتكم بنفس الطريقة اللي فكينا بيها. هنقفل ونرجع نجرب. هنمشي خطوة خطوة. هنركب هنثبت الموتور في الجزء البلاستيك، وبعد كده نرجع نثبت القطع الاستانلس ونربط، وهنوريكم كل ده ايه حالا. انا طبعا حطيت زيت مكن او اداله دي فوق زي ما قلت لحضرتك. انا استخدمت الاتنين الصراحة. هنديها رشة اخيرة ونقف عليها مثلا 5 دقايق 10 دقايق كده لحد ما تخلص، وتلاقي ايه الاكس بتاعك بيروح ويجي لفوق لتحت كده، وببساطه شديده جدا بقى ناعم معاك ومفيش اي مشكله خالص. ممكن تزيت من فوق وتزيت من تحت. في بعض الناس بتيجي تعمل ايه؟ بتخلي المطحنه زي ما هي راكبه، ويجي يقوم راشش الدبليو دي 40 جوه الحله دي تحت الاكس وهو راكب، تحت السكينه وهي راكبه. يعني السكينه وهي بالمنظر ده يقوم جاي راشش، ويعني السكينة هي بالمنظر ده يقوم جاي راشش تحتها. طبعا الكلام ده غلط. ال 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 الريحة بتاعت الزيت او الريحة بتاعت
الدبليو دي 40 هتكرف بعد كده على التوابل او اي حاجه انت بتطحنيها او انت بتطحنها. تمام. احنا اهو عملنا زي ما انتم شايفين اهو، الدنيا الحمد لله بقت تمام زي الفل. هنثبت ونرجع لحضراتكم او خليكم معانا عشان انا بس مش عايز الفيديو يطول. هبتدي كده اجيب ادي الجزء ده، هطلع الموتور بالشكل ده كده. هو بيثبت بالمسمارين اللي فوق ده اللي هو ده وده، ده مكان المسمارين بثبتهم هنا اهو. المسمار ده بيبات هنا كده من جوه اهو بالشكل ده كده. وابتدي اجيب المسمار الاولاني اثبته، معلش بس عشان بصور بالموبايل. شبطه بس كده. ثبتنا الموتور اهو، حطينا الحله وثبتنا الموتور بالمسمارين. هبتدي اركب الجزء السفلي. هجيب الدراع ده كده بتاعي اللي هو بيشغل ويفصل، واقوم جاي ايه حطه في المكان بتاعه بنبيته كده تمام بشكل بسيط. هو بيبات هنا برضو، اقوم جايب كده جايب القاعده زي ما فكينا زي ما بنركب، وابتدي اشبط المسامير بتاعتي واربط تمام واتاكد ان كل حاجه تمام. في حاجه نسينا، طبعا في حاجه نسينا، ان احنا لسه مركبناش السكينه. السكينه دي هتركب ازاي؟ لازم اركبها قبل ما اقفل القاعده تمام كده. دي حاجه برضو ايه من ضمن الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها. هي تركب بالغوص، وابتدي اربط تمام. بس لازم امسك ايه زي ما فكينا زي ما بنربط، اقوم فك دي كده، اقوم جايب المسمار من تحت مثبت المفك كده، واربط بايدي من الناحيه التانية كأني بربط مسمار عادي جدا. بقى زي الحديد. ادخل الدراع تاني. الموضوع سهل وبسيط جدا مفيهوش اي مشكلة. تمام كده. هنربط الثلاث مسامير اللي تحت ونرجع لكم تاني. كده يا جماعة احنا قفلنا 3 مسامير من تحت اهم، ربطنا زي الفل وتمام التمام. وادي الكبة بتاعتنا. بصوا كنت انا الاول ما بقدرش الفها في ايدي، بصوا دلوقتي بصباعي الصغير اهو اهو. بصوا الدنيا سهله ازاي. هي القصه كلها في التنظيف دوت. هي طبعا بتيجي بعد فتره، هي دي ما شاء الله بقالها موجوده بقالها حوالي سنه او 2 تمام. فجت مره واحده قفشت، فقلنا ايه نشوف الدنيا فيها ايه، والحمد لله طلع الموضوع سهل. اهم حاجه طالما لقيتها بتزن او الاكس تقيل او في زنه كده موجوده، اعرف ان الدنيا تمام. القصه كلها ميكانيكيه، انما لو مفيش اي استقبال لكهرباء يبقى دي قصه تانية او حاجه تانية، ممكن يكون الموتور اتحرق او حاجه زي كده. فده كان فيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. نسيت، اسف معلش، هجربها لحضراتكم، انا اسف. صوتها طبعا بقى انعم كمان من الاول. كانت الاول بتقعد بتنعر كده، انما دلوقتي كانت الدنيا الحمد لله زي الفل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.